أهلا يا أصدقائي، أنا تيفون يا جماعة، أبعث لكم أحضان دافئة في يوم جديد. تحياتي واحترامي ومحبتي لكم. الجو برد جدا النهارده يا جماعة. كنت بقول امبارح إن الجو برد، بس النهارده أبرد كمان، فعلا الجو برد جدا. من شوية نزل مطر كويس وكمان نزل برد جامد، استمر حوالي نص ساعة لساعة. ودلوقتي بما إن الجو هدي شوية، قلت أصور لكم فيديو. انضم لينا فرد جديد في المزرعة من نوع بودل. المرة دي مش ضيف، أنا اشتريته لنفسي. هوريهولكوا كمان شوية. بجد هو جميل وذكي جدا. دلوقتي هو واقف جوه الكونتينر. اول ما حطيته في القفص يا جدعان البودل بتاعنا طلع شقي جدا. جبناه كبير مش جارو يعني. دلوقتي عنده حوالي سنة. هرب من القفص. وكمان من نوع البودل الطويل ده، على ما أظن بيتقسموا حسب الطول. رقم 1 2 3 و4. ده من النوع الكبير، هتشوفوه كمان شوية. طلبي منكم إنكم ما تكسروش بخاطري قبل ده. لو سمحتوا لو دعمتوني وعملتوا لايك للفيديو واشتركتوا في القناه وكتبتوا تعليق هكون مبسوط جدا. بصوا اللايكات والتعليقات بتاعتكم غاليه عندي جدا. انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات دي؟ يا اخي مش بتدوس لايك خالص، والله العظيم بزعل يعني فاكرين اللايك هيكسبني فلوس؟ لا يا اخي مفيش الكلام ده. انا ببص على اللايك وبشوف بتحبوا الفيديوهات قد ايه، وبقول الناس بتدعمني وده بيفرحني. وكمان حتى لو كسبنا فلوس اللي بنكسبه مش بيدخل جيبنا يعني، بنصرفه على العيال يا جماعه. بالله عليكم ما تبخلوش علينا بدعمكم شويه. النهارده سبت جيجي وسبت بوسات بابا. بوسات فين يا ابني الاسد بتاعي؟ ابن الاناضول الاصيل، ابن الوسيم. بوسات بابا ما شاء الله عليك. بوساتي زاد وزنه وبقى كويس، بس كنا حاطينه سلسله في رقبته. راجلنا شال السلسله من رقبته بقالي ساعتين سايبه. وبعد كده سبت ابوه بابا كمان. بص كده على جسم بوساتي، شوف 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 شوف. ما شاء الله على ابن الاسد، جاي من جبال سيفاس، الكنجال الذيب بتاعي، اسدي. عارف ده؟ سلالة بوساتي قوية جدا. ما شاء الله على ابني الوسيم. شايف ديله اللي زي الاسد ده؟ كأنجل سيفاس الاصلي. ابولو ابولو كمان في فورمه يا جماعه. اوقات كده بيشدوا مع بعض زي ما انتم شايفين. بوسات تعالى تعالى بوسات، بقول لك ابولو تعالى 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 يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني. سبت ابولو كمان بقاله ساعتين، قلت يلف شويه، هو اسد برضه. يا ابني الوسيم انا فداك يا حبيبي، ابن الكاريزمي. ما شاء الله عليك. تعال يا ابولو تعال. الدنيا برد، بص كده صور الشجره دي، الشجره اللي فوق. في عاصفه جامده قوي يا جماعه، بصوا والله العظيم في عاصفه غريبه. ماريلا جت ولا لسه يا جميلتي؟ يا روحي يا ملكتي. تعالي يلا نروح. تعالوا نشوف ولادهم كمان شويه. هسيب ديستن يلفوا شويه. حضرت اكل الاولاد تاني. المطر والطين والشتاء والبرد مش فارقين معانا، هنعمل ايه؟ عندنا اولاد مستنيينا واحنا بنشتغل عشانهم دايما، ما عدا ديدا. مش هشتغل عشان ديدا تاني، مش هشتغل عشان ديدا. ديدا يفضل هناك، خلي ديدا ده يفضل هنا. حبست الدد الشقي هناك، دماغي ارتاحت والله. حبسته هناك. بص صور لي الحمام بتاعي من هنا. كمان شويه هوريك الحمام بتاعي في الفيديو ده. اسودي هنا كمان شويه هطيركم. الحمام ده البط والاوز يا باشا، بيحبوا الجو الممطر والبرد كده. بص كلهم متجمعين على هدف. شوف الجمال ده، ما شاء الله عليكم يا جدعان، ما شاء الله على عيالي. تعال تعال صور هنا. بص على المكان مراز يا باشا. شايف بعد المطر الدنيا بقت طين طين كده. بص وكمان المطر مش بينزل لفترة طويلة، بينزل شوية وبس. والله مش عارف هنعمل ايه. موضوع الطين ده يعمل لنا مشاكل كتير يا جماعة. لازم نشيل مراز، تشتر، ابولو، اسكوبار وكارلوس من هناك. لو قدرت اظبط حد بتاع لحام هنحاول نعملها في نص الاسبوع. احنا كمان محتاجين حد بتاع لحام. خليها لصالح الاقفاص والحاجات دي. هخلي ابواب الاوض اللي بابها مكسور في غرفة الولادة تتصلح. لازم اجيب شوية انترلوك كمان، بلاط انترلوك. لازم نرصهم شوية. الطين ده بيتعب الحيوانات وبيتعبنا انا كمان. يا اخي بص هنا كده بقت وسخة قوي بسبب الطين. بالليل ما شاء الله على بنتي. تعالي النهارده بابا بردان. النهارده بابا بردان يا بابا. فندام يا بابا، سووا لي فندامي ده كمان عشان الناس تشوف الشياكة والكاريزما. يزدي ازيك يا عم ابن الوسيم. تعال تعال يلا نروح نشوف هيكتور وزينة.
يا شباب بتعملوا ايه يا ترى زينة؟ اقول لك ما تنطيش كتير وانت لسه مكمله. السبب اني بقول كده يا جماعه اننا جوزناها لهيكتور، ولو نطت كتير ممكن الحمل ما يثبتش، فاهمين؟ عشان كده لازم ما تنطش كتير، ان شاء الله ما يحصلش حاجه وحشه. هيكتور بابا، ايه الاخبار يا بطل؟ على فكره كارلوس بقى بيظهر كتير اليومين دول. سمعت يا هيكتور؟ يا بطل لما كارلوس يكبر شويه كمان. في رايكم مين اقوى دلوقتي، كارلوس ولا هيكتور؟ مستني تعليقاتكم، اكتبوا يا جماعه. اليكس اهدى، البومرانيان دول بيهوهوا قد ايه؟ يا روحي عملتوا شغل جامد هناك. كراميل تعالى. على العموم ديستانلر دول هنتكلم عنهم كمان شويه. ديستانلر جاهزين ومستنيين اصلا، انا كمان بعتتهم الصبح عشان يتمشوا. تمام؟ اتمشوا كويس ولعبوا. دلوقتي هسيبهم شويه. كان الجو الصبح دافي. ودلوقتي بالنسبه للكلب بقى، لازم يتعود الكلب على الحر والبرد، وكل حاجه لازم يتحمل الحر ويتحمل البرد عشان جسمه يقوى ويبقى عنده مناعه، واحنا كمان كده بالظبط. بص انا مش بسهوله ابرد، الجو ده فعلا بيخليني ابرد، يعني تخيل قد ايه الجو برد. هم كمان لازم يجربوا كل انواع الجو ويمشوا وهم مبلولين كمان، هيتحملوا الحر ويمشوا في التلج كمان، فاهم؟ لازم نخلي مناعتهم قويه. دول اسودي انا. وكمان دلوقتي قاعدين على السيراميك والبلاط. البلاط ده خرسانه، ده بيعمل اعوجاج في رجلين الصغيرين، علشان كده لازم يمشوا. علشان كده بقيت اطلعهم الصبح وبالليل. رينا بنتي الشجاعه، تعالي كده نوري الحمام بتاعي، علشان مش بصور فيديو للحمام. انتوا زعلانين مني قوي؟ بص كده على البوسات بتاعي. يا سبع ابن الوسيم، تعال تعال، انا افدي اصالتك يا راجل، انت ابن الاصال الحقيقي. تعالوا يا جماعه يلا نطير الحمام اهو، كمان العيال طلعوا في الساحه. استنى يا فوستو، انت اللي كنت هنا؟ خوفتني يا فوستو، افتكرت كلب تاني جه. يلا وريني عيالي كده. يا حبايبي تعملوا ايه يا روحي؟ وحشتكوا امكم. فين يا حبيبي، فين خروفي؟ فين خروفي يا خروفي؟ جعانين ولا ايه؟ بابا عمل لكم شوربه فراخ حلوه تاني، هيديكم اياها العصر. ماشي يا حبيبي؟ جاعوا بقى عيالي افديهم بروحي. انتوا ليه بتتمشوا في المطر بره كده؟ كلهم اتجمعوا. كنت هاديهم دول بس غيرت رايي يا اخي. والله غيرت رايي، انا بحب دول قوي، على الاقل هنا بيتعودوا، لما يكبروا هيحموا الفراخ والحاجات دي مع فستق كمان. عشان كده قلت يفضل. يلا نوريكم روتيننا اليومي مع الاكل. تعالى كده تعالى، اكلنا طلع عامل ازاي. الله 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 الله، بص 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 بص، شايف ازاي نزل ميته؟ بص على ده كده، افديه بروحي. بص على لون الميه دي، وبص على الكولاجين ده. ياه 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 ياه، دي شفا يا عم. عارف ليه انا بتكلم عن الكولاجين بالذات؟ الكولاجين مهم جدا خصوصا للصغيرين عشان نمو العظم وتطور الهيكل العظمي. يا جماعه العظم ده هيبقى تخين مع سمهم وجمجمتهم وكل حته فيهم هتتطور، فهمتوا؟ عشان كده بنزود الكولاجين للصغيرين على قد ما نقدر، بس برضه ما تزودش قوي عشان ما يجيلهمش اسهال. لازم تكون حريص في الموضوع ده، لو جبت له اسهال هيحصل ايه؟ هيبقى عرضه للامراض. مثلا في ناس بتقول لي مرقه الفراخ او الكبده مش بتعمل اسهال؟ بتعمل، خصوصا لو اديت الكبده لوحدها هتعمل اسهال 100%. لازم تخلطها مع الاكل الجاهز كويس، جوده عاليه. صور دول، صور. يا ساتر يا رب، ما شاء الله. خلي البلد تشوف الطير. صور. اسودي انا، يا سلام، افديكم والله. شايف الرجاله في الجو العاصف ده؟ العصافير كمان ده تتطاير ناحيه التانيه، بيطيروا ازاي ما شاء الله. دول اسودي بجد. الطيران الحقيقي للعصافير بيكون في الجو العاصف زي ده. يا ابني هو اللي وراهم ده صقر بيتابعهم ولا عصفور؟ في واحد ورا كده لونه اسود. مش صقر على ما اظن. لا لا، ده حمامه. الحيوانات هناك في عاصفه جامده لدرجه انهم بيطيروا في الهواء، مش قادرين يطيروا براحه، فاهم؟ ما شاء الله على سودي. دول ولاد الاناضول الاصليين الاصليين. صور عشان البلد تشوف الطيور. صور. لو مش من حمام الشغلباظ ما حطوش حاجتي على الباب. ها بص، واحد جه هنا من كام يوم،
الراجل قال على كل شغله بيعملها الحيوان هديك 1000 ليره. واحد من العصافير بتوعنا مش عارف مين بالظبط غالبا بيطير فوق دلوقتي، واحد منهم عمل 50 شقلبه ورا بعض، طلع 50,000 ليره وراها لي وقال لي هبعتهم على الايبان بتاعك. قلت له لا مش هديهم لك. سيبك من ال 50,000 ليره، حتى لو اداني 100 مليار برضه مش هديهم له. يا ابني احنا مدمنين الموضوع ده، فاهمني؟ الراجل اللي بيهمس الحمام تايفون دمرجي، بص عليه. يا سلام يا سلام يا سلام. في الحقيقه انا هشتري صفاره لنفسي. لما تصفر بالصفاره دول بيطيروا كانك بتصفر فعلا، صح؟ لما تصفر بالصفاره بيطيروا. صور اللي فوق دول كمان. ليه الاسود دول مش بيطيروا؟ دول الفريق اللي بيرتاح شويه اكتر. بس الحمام التاني بيطلع في رحلات جامده قوي، بينزل ويطلع. بص 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 بص, بص. لو حد شافهم من بعيد هيحسبهم سرب من النسور والله. بص ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيكم. يا سلام. تعال يا ابني، انزل يا ابني، انزل يا ابني، انزل يا ابني. تعال 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 تعال. يلا طلعهم كمان، ماشي؟ وكمان لو نعرف نصفر هنبقى 10 على 10 وهنبقى فعلا بتوع طيور. التصفير بس هو اللي ناقصنا. يلا وريني. يلا يا ابني يلا يا ابني يلا يا ابني يلا يا ابني يلا يلا قوموا كده قوم. هو ده المزاج يا اخي. احنا في الجزء الممتع من الموضوع. فهمت؟ احنا في الجزء الممتع من الموضوع. الممتع يا راجل. يبدو ان سقف الجن بايظ شويه. اول ما طلعت بدا يطلع صوت طق طق. انا مش شايف الحمام اصلا، طلعوا فوق قوي ما شاء الله. يا سلام يا سلام ما شاء الله عليكم يا روحي. دول حبايب دول حبايب. خليني ازم هنا واشوف تحت. مش فاهم انا طلعت هنا ليه دلوقتي وما معيش عصايه كمان. وانا بتعامل مع العصافير فجاه اتحمست. بتحصل حاجات زي دي اوقات. خلوا طيور مطير. يلا نسيبهم في حالهم. صور المعزه دي، تعال هنا وشوف بالله عليك. بص على جمال المعزه بتاعتنا دي. يا بموك انت بتعمل لي ايه يا بموك؟ انت نفختي يا بنتي. شايفك مبسوطه على الاخر. يا بموك بتاعتي. هو كمان دخل عشه الفراخ. شايف؟ هو هناك بيلعب. واو واو واو، برافو على بنتي. يمكن الاسبوع الجاي اجيب الفراخ كمان. لازم نزود عدد الفراخ دول كمان 20 يا جماعه. 20 كمان. صراحه تعالى نعمل كده تعالى. يلا ندي الفراخ الصغيره دول شويه شوربه فراخ. هم واقفين برا. عدد الحيوانات قليل عشان يدفوا يا جماعه. ليه دول صرخوا كده؟ يا ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ اريس يلا. اختفي. خلصت عداوته مع الحمير ودلوقتي بدأ مع الماعز. احنا عايزين نحط شوربه فراخ للصغيرين دول، بس ازاي هنحطها؟ لو جردنا العظم كده شويه. ازاي هنحط شوربه الفراخ دي للحيوانات دلوقتي؟ احنا محتاجين مغرفه. احنا محتاجين مغرفه. مش في طاسه يا عم؟ طب استنى اعملها كده. يبقى شيل الحله ساعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الحيوانات تدفى شويه من جوه، خصوصا الصغيرين، عشان دول بره بيلمسوا الطين والحاجات دي. شايف الشفا ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تعال 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 يا فرخه انت ما تشربيش. تعال صوروا صوروا. صحوا هنا لعيالي. فين اخصكم؟ حتى الفراخ هتشرب. المهم الحيوانات تتدفى ويبقى شفا. يا عم اخوهم راح فين دول؟ يلا ناخد واحد من اخواتهم. تعالي يا بنتي تعالي باكلك. تعالي. امان 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 امان. اشرب انت كمان يا حبيبي، عدي علشان تدفوا من جوه. صح وهن على حبايبي. شايف ازاي بيشربوا بحب؟ كل شويه هتديهم تقويه وانا كل يوم بنديها لك. صور طيور بص بينزلوا. بص 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 على السماء. ما شاء الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله. ربنا يحميكم. ما شاء الله على سودي. حس كاني قدامي مشهد شعري مش في الحياه الحقيقيه. كاني واقف قدام لوحه فنيه. والله شكلهم زي لوحه فنيه يا اخي.
لو غلط قول انه غلط. قريص صدعت دماغي بجد. قريص كفايه، يلا نخرج يا جماعه. والله يا جماعه قريص درجه يا بتتعب الواحد. استنوا كده، لا انت امشي قدام. لا يا بنتي استنوا هناك. بص على قريص دلوقتي مع عدو الماعز. يا ماعز اديله علقه كويسه للولد قريص ده عشان يتعلم الادب. شوف يا ابني بص، انا هزعل منك، بلاش تلمس الماعز. يلا استنى، بلاش دلع بقى، روح بعيد شويه. تعالى تعالى خلاص هدى، اتبعوني. تعالى 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 تعالى. بالنسبه للطين ده يا جماعه لازم نلاقي له حل. صور يا بولو، صور يا بولو، بص بص بص. وقفه ابولو جامده قوي يا باشا كده، شايف ديله؟ زي الرصاصه والله العظيم، كان رصاصه في الماسوره. يا اسد يا ابني، بص 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 ازاي بيتحدى بوسات. يا ريس خليك عاقل. تعالى هنا انت كمان فشنك. والله انت فشنك. بص لو مش ناوي تتخانق ما تنبخش وما تزعجش، مفيش داعي كده دلوقتي. مش كده برضو؟ ما عندوش جرأة يتخانق بيه على الفاضي. ابولو تعالى تعالى طبطب على ابولو شويه. ابولو ده كلب الجو البارد يا باشا، عشان فرو كوت هو بيحب الجو البارد جدا. بص على قريص، قريص خليك عاقل. ما شاء الله على اسدي. كفايه يا ولد. يا ترى هقفل ده كمان؟ استنى هقفل ده كمان، بس هنقفل فين؟ احنا ربطنا البابين دول مع بعض، وانت هسيب البودل بتاعنا دلوقتي. تفتكر المجنون ده ممكن يهجم على البودل؟ قريص ساعات كده مش مضمون تصرفاته. كنا هنسيب ديستن يا عم. يا عم نسينا ده كمان. ماشي يبقى نسيب ديستن للفيديو الجاي. يلا دلوقتي خليني ما اسيبوش دلوقتي برضو. المرة دي لازم اتابعهم كمان. تمام يا شباب اهدوا. يا برنسيس انا اهو. برنسيس افتكرتني غريب يا جماعه وبتهاجمني. يا بنتي انت مجنونه ولا ايه؟ انا تايفون ديميرجي، ابوكي الوحيد اللي انقذك من الشارع، فاكره؟ تعالي شلتي لك الكابيشون. تعالي يا بنتي، انت افتكرتيني غريب ولا ايه؟ بنت مجنونه، بنت مجنونه مجنونه، وانا لابس الكابيشون على دماغي. افتكرتيني غريب يا برنسيس بتاعتي. ازاي ما تعرفيش ابوكي؟ هو كل حاجه بقت في الهودي ولا ايه؟ حتى صوتي مش عرفتيني بيه. استنى يا لطاشة، لا ما تلمسوش. برنسيس والله ما عرفتني، دي مجنونه فعلا. اصلا لما حد بيجي الجنينه مش بتسيبه يدخل كده، حتى لو لابس ماسك ولا حاجه بيهجموا عليه على طول. ما تلمسيش يا نتاشا. بصراحه لو فكرت فيها نتاشا كمان بتغير عليا من الكلاب، واريس برضه نفس الحكايه، ونتاشا كمان نفس الحكايه. تعالوا نشوف دلوقتي وندخل جوه الكونتينر. وشو كمان كان عندنا صوبه مولعه، تعالوا ندفي نفسنا. يلا ناخد الخشبه دي كمان هنرميها في الصوبه برضه. والله الجو النهارده ساقع قوي يا جماعه. اكتبوا في التعليقات عندكم هناك بتمطر تلج ولا لا؟ في اماكن كتير بدا ينزل فيها تلج. الصبح كنت لايف تاني على تيك توك، بصوا تعالوا على تيك توك تايفون ديميرجي TW اخرها دبليو. هناك بنتكلم معاكم وندردش. تمام يا كارلوس بابا. ايه ده يا كارلوس؟ ابن الوسيم، بص صور البودل من الشباك يا ابني. طلعت من الشباك يا بطل. احنا جايين عندك ابن الوسيم. يلا ندخل بسرعة، من قدام الكلاب ما تدخلش، انت ادخل قدام. لا يا بنتي، لا يا بنتي. باشا انت بتعمل ايه يا باشا؟ ابن الوسيم خربت البيت كله ولا ايه؟ هو شخي انت خربت البيت كله. ايه اللي حصل هنا؟ تعالى كده، تعالى كده، تعالى 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 يا وسيم. دلوقتي تعالى على الجاكيت ده يا جماعه، مش عارف اقعد مرتاح. استنى يا باشا، تعالى هنا كده. هو هناك واستناني. استنى كده بابا هيحبك دلوقتي. استنى، بص الكلب اللي جبناه جديد ده، ده كلب ممتاز والله العظيم. بص تعالى تعالى يا ابني، دلوقتي هوريكوا حركاته كمان. بص النوع بتاع الولد ده اسمه بودل، ماشي؟ على فكره ملوش اسم. استنى يا عم، استنى يا شيء، استنى يا عم. يا باشا محتاج اهتمام كتير ومحتاج حب كتير، ذكي جدا.
كلب لعوب جدا وبيحب الناس جدا. ما عندوش اسم، انا هنسميه زي ما قلت لكم، دول ليهم مقاسات وارقام مختلفه. ده واحد من الاكبر شويه، بس هو ما عيل عظيم يا باشا. بجد انا حبيته قوي. المره دي قلت لنفسي اجيب بودل وكمان مدرب. ماشي. قصه الموضوع ده كمان معقده شويه. بص، الكلب ده لقوه في الشارع، تمام؟ واحد جابه لي من المصيف، واحد رماه في الشارع، وبعد كده لو انا مش ناسي غلط ناس الدرك هناك يهتموا بيه شويه، وبعدين ناس الدرك سلموه لحد تاني يتبناه. المره دي الحيوان كان بيتعب هناك برضه. هو كلب بيت دلوقتي. في واحد عندنا اسمه فولكان، وبعد كده هو اخده. هو كمان قدر يعتني بيه في البيت 3-4 ايام. كان المكان ده عماره وكان بينباع كتير. المره دي واجه مشاكل، وبعدين اخويا قال لي ممكن تاخده لو مش هتقدر تاخده. قال لي كمان مش عايز يروح الملجأ. قلت له يا اخويا هاته وناخده. قلت له عايزين واحد بودل يكون معانا. وبعد كده انا كمان تبنيته يا جماعه، بس طبعا ما ينفعش يكون في القفص. تعالى، ده كلب بيت، هاخده هنا جنبي. بس ايزابيل كمان هتكون موجوده، هنعمل ايه دلوقتي يا ابني؟ لازم نخليهم يتفاهموا مع ايزابيل. وطلب كمان منكم انكم تقترحوا اسم حلو لابني. شوفوا اسم يليق بيه. ماشي؟ انا مستني منكم اقتراح اسم قوي. بصوا ازاي بيبص من الشباك. يا جماعه الكلاب كمان وسخوا الازاز برجليهم، خبطوا من ورا وعملوا طين في كل حته. تعالى بصوا اوريكم دلوقتي شويه من طباعه. تعالى يا ابني، 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 اقعد. ما شاء الله عليك. هات ايدك، هات ايدك، ادي ايدك. يا سلام على ابني الذكي. تعالى كده تاني. استنى اقعد. تعال يا ابني، تعال 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 يا باشا، اقعد اقعد. هات ايدك، هات ايدك، ادي ايدك، هات. برافو على ابني، برافو عليك يا راجل. شفتوا؟ هو متعلم يقعد ومتعلم يديك ايده كمان. وبعدين بطل كلمة جوانتي، بطل يا عم. هو عارف متعلم الحمام، مش بيعمل حمام في البيت، ولما يجيله الحمام بيبدأ يئن. هو كمان ذكي جدا في الموضوع ده. يا سلام عليك يا اسد. من دلوقتي هيقعد هنا معانا يا اخويا، بعدين ممكن اجيب له واحدة انثى تبقى معاه. ايه رايك؟ انا شايف انه لابق علينا. دايما عندنا كلاب شرسة، خلي عندنا شوية كلاب لطيفة كده. مفيش منهم كتير. صور لنا المدفأة كمان، انزل من هنا ورينا المدفأة. عندنا شغالة نار ما شاء الله. شايف؟ يا سلام عليك يا رب. تايفون ديميرجي هو اللي بيعمل الشغل ده. تعال صور من فوق كمان. شايف النار؟ بص 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 بص. بعد ما كنت بره ودخلت جوه حسيت براحة كبيرة بسبب الدفى. استنى خلينا نحط حتة خشب كمان جنب دي. مين الخشب الرفيع ده؟ خلينا المدفأة تولع كويس يا أخي. خلينا المدفأة تولع كويس. ما شاء الله. تمام. استنى هادي الولد يجي هنا. يا ابني تعالى، تعالى يا وسيم، تعالى تعالى تعالى. اقعد جنبي، اقعد جنبي. شفتوا قد ايه هو أليف مع الناس؟ وبالمناسبة وشه مش مدبدب كده في العادي يا جماعة، وكان عنده شعر هنا كمان. قصوا شعره بالمقص وكمان طلع مش متساوي شوية، عشان كده الجزء ده باين مدبب. لما شعره يطلع وشه هيرجع لطبيعته. كان شعره بيغطي عينه ومبقاش شايف كويس، فعشان كده قصوه. بس لما قصوه زيادة شوية الجزء ده بقى باين كأنه متقصوص بطريقة خشنة. دلوقتي نخلي الشعر ده يطول، وبعد كده وشه هيبقى شكله أحسن. أطلعك دلوقتي ولا إيه؟ يا أسد أطلعك وأعرفك على باقي العيال. تعالى كده يا بطل، تعالى كده يا بطل. يلا نطلعه، بس عند الباب في أبولو وبوسات، وهما كمان بيلفوا هناك. في صوت زمجرة جاي. استنى أشوف. يبقى احنا نطلع قدام الأول. شوف كده الوضع هيبقى عامل ازاي على حسب كده. استنوا نشوف، استنى. بص كده يا اخي، كلهم واقفين على الباب مستنيين، كلهم. تعالى كده دلوقتي. لا استنى يا ابني، استنى يا بطل. انتوا مش قادرين تتفقوا على ايه؟ ايه اللي بيحصل يا ابولو؟ هو في الحقيقة ابولو مش بيقول لهم حاجة، هما دول بيستقصدوا ابولو. يا جماعة مفيش خناق. شفت؟ المرة دي كمان بقى عدو لأبولو. تمام يا سوسلو. استنى، لازم نبعثر المكان ده شوية يا أخي. بص على بوسات، جسمه عامل إزاي؟ يا بوسات صدرك كبر جامد أوي.
اسمك يا اخي ممتاز بجد. ورينا كده من هنا، خصوصا من الحته دي. خليه يبان من هنا كده. ما شاء الله على ابن الاسد يا اخي، بقى ضخم قوي. بوسات ممتاز. اريس تعالى تعالى. البودل بتاعنا ذكر دلوقتي، لو سيبناه ممكن يتخانق معاهم. توني الشاي، ما تتخانقوش بقى، يلا كل واحد في حاله. يلا وقفوا كويس. لا مش عايز خناقه. بص عليهم، دول بياكلوا البني ادمين، بياكلوا الناس. دول بياكلوا البني ادمين. استنى اخد البودل. تعالى يا ابني تعالى. استنى مش انتوا. تعالى يا ابني تعالى يا باشا. تعالى. استنى يا ابو ساد، ثانية واحدة بس، لازم افضل في حضني. تعالى يا ابني، تعالى يا باشا. استنوا شوية، اطلعوا يا ولاد، في كلاب كتير قوي يعني. اجري، ابعد. تمام، استنوا. انت وقعتي وسط ناس متوحشين شوية، هعودك عليهم. استنى دلوقتي، انتبه وراهم. لا استنى. لا لا استنى. تمام، اهدى يا ابني. ابننا متردد شويه بس هيتعود، وكله متردد ده كويس. لو كان عنيف وهاجمهم ما كانش هيتعود عليهم. دلوقتي هو بينضم لمجموعه كلاب جديده، فاهم؟ استنى لحظه، ما يروحش عند ميدوسا. تعالى يا باشا، تعالى لحظه. ميدوسا، انتوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ بوسات، هكسر دماغك والله. خليك عاقل. استنى، لو راح عند بوسات هيحصل ايه؟ ممكن يتخانقوا. بوسات شويه صعب، الباقيين مش هيعملوا حاجه. استنى يا تولي، هو متردد شويه يا ابني. خلاص خليك تتعود عليهم. تمام يا باشا، لما يجي لاول مره طبيعي يكون كده. دلوقتي هو كلب غريب، هو بينضم لقطيع الكلاب، بس ان كلب غريب ينضم لقطيع الكلاب ده صعب جدا. فهمتوا؟ عشان كده وهو بيحاول ينضم بيكون متردد شويه. انا هعوده بعد كام يوم، هتشوفوه هو بيجري وبيلاقوا في الجنينه. احنا جبنا الحيوان مش عشان نحجزه في البيت، لازم يخرج ويتفسح برضه. بوسات متردد شويه. استنى بس، انا بصراحه قلقان لو راح عند ميدوسا بجد. تمام يا كارنس بابا، ايه ده؟ استنى، يلا نحطها كمان مره. استنى. لا، ايه ده؟ لا بوسات، ما تتدلعش. تعالى يا ابني، ما تبعدش عني. استنى دقيقة. ايه؟ هنعودوا على كده. دلوقتي هما بيشموا بعض وهيتعرفوا على بعض، فهمتوا؟ بوسات، شكلك افتكرت الكلب لعبة ولا ايه؟ بيحاول يعضه كأنه لعبة. استنى، مش فاهم، هو بيعمل كده عشان فرو ولا ايه؟ تمام، هو كويس دلوقتي. ردود افعاله العامة ممتازة يا باشا. يعني ما حدش هاجم. تعال. لا يا اسيا، تعالي يا ابني، تعال. استنى، خلينا اقعد هنا شويه، لازم نتابع. استنى، تعال يا ابني. تعال يا وسيم، تعال. استنى يا سوسو، استنى، انت كمان بتموت من غيره. ثانيه واحده، انا دايما بحبكم كلكم، اسيبكم واحب الكلب الجديد اللي لسه جاي. شايف هو بيجي يستخبى عندي، بريء قوي والله. فين الاسد ده؟ استنى يا بنتي، خلاص استنى، اديني فرصه. خلاص كفايه، مش ممكن كده. خلاص يا اسيا، هدي. تعالى يا ابني، هتجنن والله. ايه اللي قعدني هنا؟ تعالى يا باشا، تعالى يا ابني. يلا. تمام، اهدوا شويه. استنى. الحمد لله الكلب متوافق. لاحظتوا؟ ده صح، في الموضوع ده ما سببش لنا اي مشاكل الحمد لله. على الاقل خجلوا من الباقيين، ميزه لينا. بص بوسات كانه بيحاول ينفش فرو، كانه هيعض عظمه، بس هو مش بيعض، بيتصرف بطريقه غريبه. فرو عامل زي الصوف كده، يمكن عشان كده بيتصرف كده، مش عارف، مش فاهم. خلاص يا ابني اهدى. شفت، هو امره ما حبهم. انت وقعت فين يا ابني؟ بوسات مش مديني اي ثقه يا جماعه. استنى، هو بدأ يزمجر دلوقتي. بلاش كده، بص اتضايق. ده مش خروف ولا لعبه، ده كلب. هي بتعمل حاجه بطرف سنانها، هي بتعملها بطريقه غريبه، مش فاهم ليه بتعمل كده. خلي بالك يا ابني وخليك عاقل. تمام اريس. يا شقي
باريس الشخي، يلا بينا ناخد ابننا ده وندخله البيت تاني يا اخي. كفايه لعب مع المتوحشين دول، كمان ما يتوسخش دلوقتي، هيقعد في البيت. بتعمل ايه يا ابني؟ بوسات، خليك عاقل. ما نوسخش هو كمان. تعال ندخل البيت بسرعه. شوف كده، صور الحمام برضو. ما شاء الله، شايف ازاي بيطيروا؟ الحمام بتحب الجو العاصف يا اخي. استنوا كده نشوف. استنوا ما تجوش يا ابني، دلوقتي انت لف شويه ماشي. تمام يا باشا. رجليك فيها حاجه؟ مفيش طين على رجليك صح؟ مبلوله شويه بس البلاط مبلول يعني. بص دلوقتي لما دخل البيت بقى مبسوط. كان خايف منهم، يعمل ايه الحيوان؟ يا ابني هعمل لنفسي قهوه، انت كمان هتشرب؟ انا حطيت الولاعه بتاعتي فين يا؟ استنى انا حاططها هناك، هروح اجيبها من هناك. تعال يا ابني. هتشرب قهوه؟ قهوه؟ هو انا ما عنديش حاجه اديها لك. انا اديتك اكل. بتاكل اكل؟ شايف عطشان ازاي؟ الحيوان ريقه نشف على طول. تعال شوف هنا في شويه فطير، تعال خد شويه. تعال هتاكل الفطير ده ولا ايه؟ يا شقي هتاكل الفطير ده؟ افتح بقك، افتح. تعال لسه في كمان، تعال. انت مش بتاكل؟ اقعد اقعد يا ابني، ثانيه واحده، تعال شوف، اقعد خد. دلوقتي قعد يعني هنكافئه، بس هو ما عجبوش المكافاه. هو بياكل ده؟ لا يا ابني، ليه مش بتاكل الفطير؟ عجبته الفطير عشان فيها بطاطس. تعال تعال يا ابني، خد خد دي كلها. بص انا قطعت لك دي حته اصغر شويه. مفيش سجق ولا حاجه اديها له. لو كان في سجق ولا حاجه كان هيحبها قوي. تعال هنا، خد خدها يا ابني. برافو عليك، بالهنا على باشا بتاعي. بالهنا بس ما تكلش كتير. هو اصلا مش بياكل، انت وقعت كل الاكل على الارض. على فكره اكبر حاجه فيهم انهم بياكلوا قليل جدا. بص دول مش زي الباقيين بتوعنا. يعني الاكل اللي بياكلوا 15 من دول، كارنوس بتاعنا بياكله لوحده. احسبها كده يا باشا. دول فعلا بياكلوا اكل قليل قوي. دلوقتي نعمل لنفسنا قهوه كمان عشان ندفي نفسنا في الجو البارد ده. مش عارف هنعمل ايه يا جماعه. وبرضه واحنا بنعمل الشغل كان الجو مشمس وفجاه كلب. توقعي ان في تلج جامد جاي، مش بسيط يعني، في تلج تقيل جاي يا جماعه. تعالى يا باشا، ليه ما اكلتش اكلك؟ استنى كده نشوف. قهوه؟ انت كمان هتشرب؟ لسه ما طلعتش ظروف. انت ما تشربش. بص ازاي البيت بقى حلو كده يا روحي. كويس اننا جبنا ده. انا اصلا الخطه بتاعتي كانت كده في الاساس يا جماعه. دلوقتي فستق زي ما انتم عارفين ولدت. قلت فستق تبطل ترضعهم. كنت بفكر لما تخلص من رعايه العيال بتوعها هراعي فستق في البيت. في الحقيقه في ايزابيل كمان، بس احطها هنا يعني. فضل ده. طب هنقلبه بايه؟ الله اعلم المعلقه فين دلوقتي. يلا نقلبه بده. مش عارف اعمل ايه والله. في يوم من الايام هنموت ونمشي كده برضه. يعني اللي فيه الخير لينا يحصل. نعمل ايه دلوقتي؟ تعال تعال يا ابني، تعال. ما تتجولش كتير هناك. احلى حاجه في المدفأه دي ارمي زبالتك، خليها تتحرق جواك. تعال يا باشا، يلا نرتاح شويه. اقعد كده. تعال اقعد كده. تعال يا ابني. لسه جاي من ساعتين يمكن، او يمكن يكونوا عدوا الساعتين. بقاله ساعتين كانه انا اللي باكله طول الوقت، مش كده؟ بص يا اخي، الحيوان بيحس انه محبوب وبيفهم. دلوقتي اوقات بتسالوني مثلا، يعني بدي مثال. كلب بالغ، انت بتعمل ايه يا عم؟ منحرف. واقف زي الراجل. شايف هو بيعمل ايه؟ مش مكسوف خالص. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا ما اشوفش منك. اللي اتقدر تاني، خليك عاقل. انت مريض ولا ايه يا ابني؟ ها؟ كنت بقول ايه؟ اوقات بتسالوني لو جبت كلب كبير لنفسي هيتعود عليا؟ يا اخي لو حبيته هيتعود، ليه ما يتعودش يعني؟ حب الحيوان واهتم بيه كتير هيتعود عليك. انا اصلا اغلب الكلاب اللي عندي في المزرعه جبتهم وهم كبار وهم بالغين. اول ما تحبه هو هيتعود عليك على طول يعني. المهم الحيوان يحس انه محبوب ويحس بالاهتمام، فاهمني؟ بعد كده هيتعود عليك. بس واضح انه جنينه ده داخل على فتره الشبك، شكله بيعمل شويه شقاوه. لو عندكم انثى كويسه لابننا ده، يلا نرتب الموضوع يا جماعه. تعال تعال يا باشا، تعال يا اسد، تعال. لو كان عندك شويه شعر اكتر على وشك كان هيبقى احسن والله. هو مقصوص يعني، لما يطول هيبقى شكله حلو يا ترى. تعال 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 تعال، انت محتاج اسم فعلا. عارف اسمه يبقى ايه؟ تعال.
نسميه ايه ده؟ اقعد في مكانك يا ابني، انت بتلف كتير ليه؟ تعالى هنا. انتوا قرروا الاسم يا جماعه، هستنى تعليقاتكم. لو لقينا اسم حلو هسمي ابننا كده. يلا انا بحبكم جدا. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا في القناه. خليكم كويسين، مع السلامه. خليكم بخير يا اصدقائي.